اتجه بعد ذلك إلى المسعى، واصعد ناحية الصفا، وقل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به ورسوله. بدأ الله عز وجل بالصفا كلاما في القرآن الكريم، وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا، فصعد الصفا أولا. وقل: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. كرر هذا 3 مرات، وسل الله ما شئت من خيري الدنيا والآخرة. امشي أخي الكريم في طمأنينة وسكينة وتؤدة، اتجه ناحية المروة، فإذا وصلت بين الميلين الأخضرين فأسرع الخطى يسيرا، وهو خاص بالرجال لا بالنساء، شريطة ألا تؤذي الحجيج، وأذكر وأنبه وأكرر: لا تؤذي الحجيج. فإذا وصلت إلى المروة فاعمل عندها ما عملته عند الصفا، وهذا يحسب شوط لك، وتبقى 6 أشواط فقط تنتهي عند المروة. تصنع في كل الأشواط ما صنعته في الأول، وتجتهد في الدعاء، ولا تتقيد بشيء معين، وأكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن. واعلم أخي الكريم أنه لا يشترط في السعي الوضوء، وإن كان الوضوء أفضل، كما أن المرأة إذا حاضت في هذا الموضع فلها أن تكمل، فلا يشترط فيه الطهارة على العموم. أخي الكريم، ذهبت من الصفا إلى المروة فذاك 1، وعدت من المروة إلى الصفا فذاك 2، وهكذا إلى أن تصل المروة فتبلغ 7، فهكذا انتهى سعيك.